الذي يصلح ما بينك وبين الله. دع الخلق جانبا، الخلق ليس الأمر إليهم، ليست الجنة بأيديهم ولا النار تحت حكمهم، الأمر إلى ربك. انظر أين أنت من الله. الناس هؤلاء لن ينفعوك ولن يكونوا معك. إنك كنت في رحم أمك وحدك، وخرجت إلى الدنيا وحدك، وستدخل قبرك وحدك، وتقف بين يدي الله وحدك، ما معك إلا ما قدمت يدك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. انتبه على نفسك، انظر أين أنت من الله. لا تغتر بالناس، لا تخاف الناس، لا ترجو الناس، على حساب الدين وعلى حساب طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قد جاء من حديث عائشة أم المؤمنين عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. احذر أن تكون من الصنف الآخر الذي هو من أرضى الناس. فبعضهم يخاف أن يقال له مطوع، إن تمسك بدينه يخاف من كلمة مطوع، وآخر يخاف أن يقال له متشدد متزمت، وآخر يخاف أن يقال له إرهابي، وآخر يخاف أن يقال له إنك قد غيرت دينك.